عسلامة الناس الكل، شحوالكم ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم باش نبارطاجي معاكم الروسيت متاع لحمة التن. لهنا انا باش نعملها بالاسكالوب، بالطبيعة اللي يحب يعملها بالبقري والا بالبلونت بولي كما تحبوا نتوما. دونك لهنا خذيت الاسكالوب متاعي، غسلته بالطبيعة بالخل والقارص مليح مليح. تو لهنا باش نفوحوا كركم، ملح، زنجبيل، فلفل اكحل، كليلو زعتر. وخذيت 4 فصوص ثوم فرمتهم كيما هكا، وشو عصرة قارص وشوية زيت زيتونة. دونك لهنا حطيت لفاحات متاعي الكل فوق الاسكالوب، عصرت القارص كيما هكا زيادة وشوية زيت زيتونة، ونخلطوا المكونات الكل كاية مع الاسكالوب مليح مليح يدخل معناها في وسط اللفاح هذاك، يدخل في وسط الاسكالوب. لهنا تنجموا تعملوها بالطبيعة المرحلة قبل بليلة كيما ديما نقول لكم، بالشكل الفاح يشرب معناها الاسكالوب يشرب الفاح بالكدا، ولا قبل بساعة ولا كما تحبوا نتوما. ولهنا باش نشوي هكا الاسكالوب شويه في المقله. دونك لهنا ما حطيتش حتى نكته زيت، خاطر المقله نتاعي ما تشدش كما تشوفوا فيها. بالنسبه للمقله نتاعو تشد، يحط شويه زيت ويطيب الاسكالوب نصف طياب، خاطر بعد باش يطيبوا في الصوص. دونك لهنا كما تشوفوا قلبتهم منا ومنا وخرجتهم معناها ناقصين مش طايبين كومبليتمون. وفي نفس المقله ديك تو باش نعمل صوص طوماط، حطيت شويه زيت، حطيت 4 فصوص ثوم مفرومين، خليتهم يتقلاو شويه. وتو باش نحط طماطم كعب. لهنا خديتها حكايه 5 كعبات طماطم كعب فرمتهم، مغرفه طماطم معجونه هكا، نحلوهم مع بعضهم شويه، نخليهم يتقلاو شويه، وبعد كده نزيد شويه فلفل ملحي، حكايه نص مغرفه فلفل ملحي، وحطيت وريقة رند. وبالنسبة للفحات حطيت كليل وزعتر، شوية كليل وزعتر، شوية فلفل أكحل، شوية ملح، وكا هو ذاك هو الفحات. دونك لهنا ونمرق لهم شوية ونخليها تغلي على روحها، لين بعد تنوريكم كيفاش معناها تكستير متاعها. ولهنا بالنسبة للحشوة اللي باش نحطوها فوق الاسكالوب، خديت 3 كعبات عظم صمتهم وفرمتهم. خديت التن، زيتون، جبن مرحي معناها كيما هكا، بصل فرمتها، ومعدنوس. لهنا لي كونتيتي نتوما والاسكالوب اللي عندكم قداش، تنجموا تزيدوا تنجموا تنقصوا كان باش تعملوا اقل. وهنا باش نحط عظمه، انا باش نلم بها الخليط الكل. لهنا نحطوا عظمه ونشوفوا كانت لمنا معناها الخليط، ما كاش نزيدوا، انا باش نزيد واحده اخرى بعد. ورشه فلفل حلوه كهو، ما حطيتش ملح، ردوا بالكم تحطوا الملح خاطر كل شيء مالح، التون الجبن وديجا الصوص فيها ملح والاسكالوب فيه ملح، معناها ما نحطوش الملح، ردوا بالكم من الملح ما تكثروش. ولهنا لقيتها ناقصه، دونك زدت عظمه اخرى خاطر معناها ما شاء الله برشا الحشو وكعبات الاسكالوب كبار. دونك هنا كيما تحبوا نتوما، كيما معناها قد الاسكالوب اللي عندكم تعملوا الحشو. وهذه الصوص طابت كما تشوفوا فيها، تجي عاقده شويه كيما هكا، ما تعملوهاش جاريه برشا خاطر هو ديجا الاسكالوب بريسك طايب، معناها جوست هكا باش يدخل الفور شويه. معناها كان باش تعملوه الصوص جاريه تبطى برشا في الفور ويمكن يتحرق لنا معناها. ولهنا استعملت 2 مول خاطر تبارك الله كعبة الاسكالوب كبيره كيما ما رفعوليش في مول واحده. دونك خديت 2 مول، حطيت كل زوز في مول. دونك حطيت الصوص من لوطه، قسمت الصوص على 2 مول، وحطيت الاسكالوب نتاعي ونحطه فوقهم الحشو. كما تشوفوا الحشو لازم يكون هكاك، ما يكونش جيري، معناها ما تكثروش من العظم باش ما يجيش جيري ويهبط بعد منا ومنا، معناها لازم يقعد راكح فوق كعبة الاسكالوب. دونك لهنا قسمت الحشو نتاعي كما هكا فوق الاربع ترونشات معناها نتاع الاسكالوب. وتو زدت حطيت جبن غابي من الفوق. لهنا تختاروا اي نوع بالطبيعه نتاع جبن تحبوا عليه نتوما. لهنا حطيت موتزاريلا انا، وباش نزيد نحط جبن هذايا جبن كاري يبنن برشا لحمه الطن نتاعنا. دونك تنجموا تحطوا فروماج رابي كهو كيما تحبوا نتوما حرار. دونك لهنا حطيت الجبن هذايا، وباش نزين بكعيبات زيتون وكاو ندخلوهم للفرن، نشعلوا لهم اللوطه بركه من الاول، وبعد كي تبدا الصوص تنقص نشعلوا لهم الفوق. وهذوما لحمة التن بعد ما خرجتهم من الفور كما تشوفوا فيهم، عملت رشة معدنوس عليهم من الفوق. كما تشوفوا جبن هكا ساح وهبط فوق اللحمات متاعنا.
ولهنا حبيت نقص لكم معناها كعبة باش نشوفوها طايبة معناها بالقدام الداخل. كيما تشوفوا الصوص انا حبيتها صوص تكون عاقدة كيما هكا. بالنسبة اللي يحبها مرخوفة اكثر شوية معناها يخرجها قبل. دونك انا حبيتها تكون صوص عاقدة. وهذه كانت الريسيت نتاعي اليوم تاع لحمة الطن. ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تجربوها وتقولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم. وملتقنا في فيديو جديد ان شاء الله وريسيت جديدة. وبسلامة.